رجاله، انا النهارده جاي اساعد اخواتي الشباب ازاي يقدر يتعرف على موزه جامده وهو انسان عادي شبهنا. اول حاجه يا جدعان، وهي قاعده في مكان وانت قاعد في مكان وما تعرفهاش، اوعى تبص لها. خليها تلاحظ ان كل الذكور بيبص لها ما عدا انت، فتعلق معاها فتقول لك مين ده، فانت كده ايه، كسبت اول بونت يا معلم. تاني حاجه، اوعى تغلط وتروح تقول لها عايز اتعرف عليكي، لان ساعتها هتتعامل معاك على انها اليسا وانت واحد عايز ياخد سيلفي فهتعيش عليك. لا، انت استنى الظروف تعرفكوا على بعض، او ايه، خلي حد يعرفك عليها يظبطك. تاني حاجه، تالت حاجه، ودي قاعده مهمه اسمها قاعده تناكى بس بشياكه. يعني ايه تناكى بس بشياكه يا جدعان؟ إيه مثلا انت شفتها في مكان بعد ما اتعرفتوا وبتاع، ما تسلمش عليها ونفض لها، دي التناكى. يعني ايه بس بالشياكه؟ اول ما هي تيجي تسلم عليك او تقعدوا مع بعض تلاقيك انسان جميل وذوق كده ولطيف وبتاع، فتقول لك لا الواد ده يعني جميل مش عشان معجب بيا، لا ده جميل في المطلق، فتقول لك مش رخيص يعني وتقدرك. المرحله اللي بعد كده بقى اسمها مرحله العلاقه. اللي هي مرحله العلاقه دي بقى ان انتوا بقيتوا اصحاب شويه. شوف هي بتحب ايه وادعي انك بتحبه. يعني مثلا يا جدعان، ايه البت مثلا اللي انت بتحبها دي وكده، بتحب مثلا مصطفى كامل وانت مش طايق امه، خلي رن تليفونك اشطيابه اشطا، واول ما يرن التليفون عيط جاملها في مصطفى. مثلا هي عامله نيو لوك، دقن ناصر الاسطوره ورشه وبتاع، قول لها الدقن رمضان جامد عليك، يخرب بيتك ايه الجمال ده، تحس ان انت ايه شبهها في الافكار وفي الحاجات وبتاع. تمام. في بقى المرحله الاخيره اللي هي ايه، الفينش بتاع اندرتيكر. حاجه مهمه قوي، اوعى تقول لها اثناء العلاقه بحبك او معجب بيكي. ليه؟ لان هي ممكن تكون كل ده بتعتبرك كاخ فتخسرها، او مثلا كانت هتحبك اهو خلاص وانت اتسرعت. لا، ما تعملش كده يا معلم. سيب العلاقه تطول تطول، انت كده كده كسبان، اديك بتشوفها تطول 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 لغايه لما هتحس انها بتحبك ومش قادره تستغنى عنك، فتقول لك انا بحبك. تمام. اول ما تقول لك بقى يا معلم انا بحبك، عذب امها بقى، يعني بقى اجلدها، ما انت وصلت اللي انت عايزه خلاص، عايز ايه؟ صباح الفل.